معاكم محمد. النهارده هنكمل بقية الشرح بتاع السيستم بتاع ماركت لينك. هنبدأ نشرح خاصيتين جداد. الخاصية اللي هنشرحها في الفيديو دي هي خاصية إدارة المصاريف وإدارة الإيرادات الخاصة بالمشروع. تمام، احنا عندنا هنا الخاصة بالمشروع، نضغط على المشروع بتاعنا. بعد كده نبدأ نعمل إيديت للمشروع الخاص بينا. ده احنا لو عايزين نعمل هنا إيديت أو إن احنا نعمل عرض للمشروع، هنلاقي على ايدنا الشمال هنا ظهرت أكتر من خانة. أول خانة اللي هي الخانة بتاعت إدارة الإيرادات، نبدأ نبص عليها، وهنا بيتم إضافة أي إيراد خاص بالمشروع. نضيف مثلا إيراد جديد، نقول مثلا المبلغ الشهري، نقول ده مثلا 10,000. نقول له مثلا الراجل ده ممكن يدفع على أكتر من دفعة، فإن هو دفع 4,000 أوتوماتيك بيتسيب لك بقية الدفعة، التاريخ اللي هياخد فيه الإيراد دوت. مثلا ده تم عن طريق طريق نقدي او عن طريق تحويل بنكي او فودافون كاش. لو في ايصال معين له علاقه بالايراد دوت ممكن نرفعه هنا صوره التحويل والحاله بتاعه الايراد. ممكن انا بضيف ايرادات انا في انتظارها بحيث ان السيستم يبلغني بيها، او ان انا اقول انها تم استلامها او ان هي ملغيه انا منتظرها وما جاتش. مثلا تم الاستلام، نقول حفظ ليه الايراد، هنلاقي الايراد ذات نفسه اتضاف عندنا وقال لك وان في مبلغ، ان هو عندك ده هنا انت هنا دفعت مبلغ اللي باقي 6,000، والايراد بتاعك انت مفترض متوقعه هو في حدود 10,000. ممكن اعمل تاني عودة والخانة اللي تحتيها ببدأ اضيف المصروفات خاصة بالمشروع ذات نفسه. اضاف برضه مصروف جديد، مثلا مصروفات مثلا اعلانات، نقول مثلا دفعت مثلا 4,000 جنيه اعلانات على المشروع دوت. التاريخ دوت هنا، لو المصروف دوت مرتبط بموظف معين ممكن احدده، مفيش مش لازم. قول مثلا دي كانت تسويق، وابدا اقول ان انا دوت في الانتظار. برضو نفس الكلام، لو عندي معلومات الدفع، لو انا حولت عن طريق فودافون كاش انستا باي، وببدا اعمل حفظ للمصروف ذات نفسه. الهدف من الجزئيه ديت ان احنا نقدر نخش على المشروع بعد كده ونقدر يبقى عندنا تقرير مالي ليه علاقة بالمشروع، يقول لك والله انت المشروع دوت متوقع ان الايرادات بتاعته كده، والمصروفات اللي حصلت عندك بالمبلغ دوت، والله انت ناقص لك لسه في الايراد بتاع المبلغ دوت. ممكن برضو تحدده بشكل شهري، او انك انت تبدأ تشوف كل الاشهر السهرة عندك هنا بشكل على طول. أرجو إن الجزئية بتاعة الإيرادات والجزئية المالية اللي هي علاقة بالمشروع هي دي مديول صغير بس إحنا عاملينه بشكل بسيط جدا عشان خاطر الجزئية بتاعة الحسابات تبقى واضحة وسهل إن أنت تقدر تتابعها على مستوى المشروع بتاعك. شكرا.